ازيكم يا شباب؟ معانا ملخص عن فيلم جديد لسيلفستر وبيتكلم عن عصابات سرقة الأموال. وقبل ما نبدأ بالفيلم ما تنساش تشترك في القناة. يلا بينا. بيبدأ الفيلم مع شخص اسمه جيمس براوت. بنشوف ان جيمس حاليا هو في اجتماع مع مجموعة من مدمنين الكحول لانه مدمن زيهم وبيحاول يتعالج. المهم ان لما بيخلص الاجتماع بيتعرف على شاب اسمر في الاجتماع، والشاب ده بيفضل يقول له انه واخده قدوة. فالكلام ده بيضايق جيمس لانه لحد النهارده لسه مش قادر يبطل شرب كحول زي ما الناس كلها فاكره. ولما بيخلص جيمس الاجتماع بيقابل ابنه كيس، وبنعرف ان جيمس وكيس شغالين حاليا على العربيه بينقلوا بيها الاموال والذهب تبع احد البنوك. وحاليا بيروحوا جيمس وكيس ياخدوا شحنه جديده من البنك، وبيقابلوا في الوقت دوت فرانك، وده موظف شغال في البنك وهو اللي بيشرف على كل حاجه بياخدوها عشان ينقلوها. المهم قبل ما يمشوا بيلاحظ جيمس ان في عربيه سوداء بتراقبهم، لكنه مش بيدي الموضوع اي اهتمام وبيكمل مع كيس شغل عادي زي كل يوم. لما بيخلصوا بيتكلم كيس مع جيمس وبيعرض عليه يجي يزوره النهارده هو وزوجته. وفعلا في الليل بيروح جيمس يزور كيس وبيكونوا كلهم مبسوطين جدا وقاعدين عائله سعيده. تاني يوم بقى بيكون جيمس بيحضر اجتماع جديد كالعاده. لما بيخلص بيروح هو وكيس على البنك عشان هياخدوا حموله جديده، والمفروض ان الحموله دي بتكون عباره عن 3 حقائب بس. لكن جيمس بيتفاجئ دلوقتي ان في حقيبه رابعه ومش متسجله في الورق اللي معاه. فبيسأل فرانك على الحقيبة، فبيعرفوا فرانك انها حقيبة المفروض كان هما يحملوها لكنها ما اتسجلتش بالغلط. فبيستغرب جيمس بس ما بيعلقش وبيمشي وبياخد الحقيبة معاه. وهم في طريقهم واثناء جيمس وكيس ماشيين فجأة بيبدأ الجنان كله، والعربية السوداء اللي شافها جيمس بتراقبهم بدأت حاليا تطارده وبتحاول توقفه. وفي الوقت ده بيحاول جيمس يبلغ الطوارئ لكن بيتفاجئ ان جهاز الارسال مش شغال. فبيعرف جيمس وكيس ان العصابة اللي بتطاردهم دي اكيد بيستخدموا اجهزة تشويش وعشان كده مش عارفين يوصلوا لاي حد. المهم بيفضل جيمس بشتى الطرق يهرب بالعربيه، لكن العربيه التانيه بتفضل تطارده لحد ما بيطلعهم فوق جسر. وهنا بتبدا بقى الحفله. كله بينزل من العربيه السوداء بقياده رجل عصابات مخضرم جدا وعجوز اسمه روك، وبيفضل روك هو وعصابته يضربوا نار على جيمس وابنه، واللي حاليا بيخرجوا بقى من العربيه وبيبداوا هم كمان يضربوا نار على روك واللي معاه. لكن للاسف بيتصاب كيس في رجله، وده بقى بيجنن جيمس واللي مش بيحس بنفسه خالص وهو عمال يضرب نار على روك وعصابته، وبيبدا يوقع منهم 2. وبنعرف ان عندي جيمس قدرات قتاليه رهيبه جدا لانه اصلا زمان كان ضابط شرطه. المهم ان جيمس لما بيخلص اللي بيعمله بياخد كيس ابنه وبيدخلوا جوه العربيه، واللي اصلا خلاص هي مقلوبه من كميه الضرب اللي تعرضت له. وفي كل الاحوال بيبدا جيمس يربط رجل كيس، وبيكون جيمس مش فاهم العصابه دي بتطارده ليه لحد ما بيفتكر الحقيبه الزياده اللي خدها معاه من البنك. فبسرعه بيفتح الحقيبه دي وبيتفاجئ هو وكيس ان الحقيبه دي مليانه ذهب وعملات ذهبيه كتيره جدا بيستخدموها العصابات. وبيعرف جيمس كده ان العصابه دي كانوا يعرفوا كويس قوي اللي في الحقيبه وعشان كده جم وراهم، وده معناه برضو ان في شخص في البنك بيساعد المجرمين دول. وبنرجع لروك وهو بيتكلم مع جيمس بره العربيه وبيعرفوا انه عارف عنه هو وابنه حاجات كتيره جدا وممكن في اي وقت يخلص عليهم، والافضل بقى انهم يخرجوا من العربيه. وروك ورجالته هياخدوا الذهب اللي معاهم والكل يطلع كسبان. فبيضحك جيمس وبيعرف روك انهم اول ما هيخرجوا من العربيه اصلا انتم هتقتلونا لانكم مش هتسيبوا على نفسكم اي شهود، وبالتالي مش هنخرج طبعا. والكلام ده بيعصب روك جدا لما بيعرف بقى انه جاي عشان خاطر الشنطه الزياده اللي جايه بالغلط وان فيها ذهب. وكل الكلام ده بيعرف على طول كده انه ما ينفعش لا يسيب جيمس ولا ابنه عايشين، وعلى طول بيأمر رجالته يرموا قنابل مثيره للدموع عند العربيه. وفعلا بينفذوا اوامره وبيبدا الدخان يدخل جوه العربيه، وطبعا بيكون هيتخنق جيمس هو وابنه لكنهم بيتصرفوا بسرعه وبيبداوا يقفلوا كل الفتحات اللي في العربيه بحيث الدخان ما يوصل لهمش. وفعلا بينجحوا في الموضوع ده بس نسبي. وفي الاثناء دي بقى رجاله روك بيجيبوا شنيور وبيبداوا يحفروا في الباب نفسه، وللعلم ان العربيه دي مصفحه ومش بسهوله تقدر تكسر الباب بتاعها ومحتاج حرفيا شنيور من نوع خاص كجاك هامر. فحس كيس ان خلاص وقتهم قرب ينتهي خالص، فقال لابوه انه فخور جدا بيه لانه بطل يشرب كحوليات، والنهارده هما لو ماتوا هيموت وهو فخور بابوه. وبيتضايق جيمس من الكلام ده وعرف كيس انه للاسف ما بطلش شرب من زمان خالص، ما قدرش يبطل من وقت ما امه ماتت، فبيتصدم ويبطل انه يسكت خالص. اما جيمس بقى يفضل يفتكر الماضي وبيفتكر في يوم لما كان سايق عربيته ومع مراته وابنه كيس وكانوا رايحين مشوار. بس في الوقت ده شاف جيمس شخص كده
بيجري بعربيته بسرعة كبيرة، وده ضايق جيمس لأنه كان زمان شرطي، فبالتالي وقف الشاب وعمل نفسه شرطي وعرفه إنه ما ينفعش يجري وكل الكلام ده. بعدها رجع جيمس تاني لعربيته وقعد مع مراته وكيس، واللي فضلوا طبعا هم يوبخوه لأنه انتحل شخصية شرطي وهو حاليا مش شرطي. فبيعتذر لهم جيمس وعرفهم إنه عمل كده بس يعني عشان يخلي الشاب ده ما يجريش تاني وما يحصلش أي مشاكل أكتر من كده. واثناء بقى ما كان جيمس بيتكلم مع زوجته وكيس، فجأة بتيجي عربية من وراهم وبتخبطهم، وبسبب اللي حصل ده ماتت مرات جيمس. لكن كيس وجيمس عاشوا وبتنتهي ذكريات الماضي، وبنعرف ان بسبب الغباء اللي عمله جيمس وانه وقف فجأة وكل الكلام ده مراته للأسف ماتت. المهم بنرجع الوقت الحاضر وبنشوف حاليا ان جيمس وكيس لسه في العربية زي ما هم، ولسه واحد من رجالة روك بيحاول يستخدم الجاك هامر وبيفتح باب العربية. وهنا بقى عارف جيمس انه لازم يتصرف، فبالتالي جاب كحول كان مخبيه وعمل من الازازه مولوتوف، وطلب جيمس من كيس يتكلم مع روك وعصابته ويشغلهم. فبيعمل كيس كده فعلا. اما بقى جيمس فبيخرج من الباب الخلفي بتاع العربيه وبيضرب ازازه المولوتوف اللي معاه على الراجل اللي كان بيحاول يفتح الباب، وبيبدا الراجل ده طبعا يتحرق وبتكون العصابه كلها تتجنن وبيحاولوا يطفوا لكن بيموت. اما بقى جيمس فبيرجع للعربيه من جديد، وبعد كده بنشوف ان ما تبقاش من عصابه روك الا روك ومساعده وواحد تالت مجنون شويتين، وبيبقى عايز يقتل جيمس وكيس بعد اللي عملوه فيهم. لكن ده بقى اللي بيرفضه روك بشكل قاطع، لان روك واخد عهد على نفسه من زمان انه ما يقتلش اي حد بيسرقه، لان لو قتله هيخلي الشرطه تحاول توصل له باي شكل. في الوقت ده بيتضايق المجنون من كلام روك وبيتضايق من كلام مساعد روك لانه طبعا واخد صف روك، فبالتالي بدون اي مقدمات بيطلع المجنون مسدسه وبيضرب نار على الاثنين وبيخلص عليهم في مشهد غريب وصادم. وبعد ما المجنون خلص عليهم مش بيسكت على كده، لانه بيجيب العربيه بتاعه العصابه وبيخش بيها في عربيه جيمس وكيس، فبالتالي بتقلبه من فوق الجسر وبيقعوا في البحر. في الوقت ده بيكون كيس مرعوب جدا وانه مصاب، مش بيعرف اصلا انه كان هينجي من هنا ولا لا، فبيطلب كيس من ابوه انه يسيبه ويمشي لان هو مصاب مش هيعرف يطلع، لكن جيمس هيقدر. لكن طبعا بيرفض جيمس وبيفضل يعاني عشان خاطر يخرج من هنا هو وابنه كيس. وبعد معاناة كبيرة جدا بينجح فعلا ان هو ياخد ابنه ويخرج من العربية، لكن فرحتهم ما بتكملش لما بيخرجوا وفجأة بيلاقوا المجنون قدامهم وبيكون هيخلص عليهم. بس قبل ما يعمل كده بيظهر روك من العدم وبيضربه فبيموت المجنون. وبنعرف هنا بقى ان روك ما ماتش اصلا لان الرصاص اللي اتضرب عليه جه في الواقي بتاعه، مش اكتر من كده، فما حصلوش حاجه. المهم ان روك بيروح لجيمس وكيس وبيعرفهم انهم اقوياء لانهم قدروا يصمدوا وينجوا من كل، وبالتالي بيطلب روك من جيمس انه لما الشرطه تيجي يرد له بقى الجميل انه انقذ حياته وما يقولش الشرطه ابدا ان روك كان هنا خالص. فبيوافق جيمس على كلام روك وبيتفق معاه. بعد كده بقى بيسيب روك المكان وبيمشي، وبنشوف ان روك على فكره بيقابل شخص كده بعربيه عشان يعني يمشيه من هنا. الشخص ده بيكون فرانك وبيأكد لنا بالشكل ده انه بيشتغل مع روك وهو اصلا اللي يدبر لكل ده من الاول، وعشان كده يعني حاليا جه يهرب روك زي ما احنا شايفين في المشهد الختامي. وبنشوف الشرطه بتوصل عند كيس وجيمس وكده اخيرا ينقذوا كيس من الطلقه اللي في رجله وكل حاجه ترجع تمام. بيخلص فيلمنا، يا رب يكون عجبكم، وما تنساش الاشتراك في القناه. بس كده.